أسوأ شيء إنك تضربه في ظهره. إن الذبيحة لما تقع سكاكينها تكتر. أسوأ شيء في الدنيا. بغض النظر بقاء مبارك أو عدم بقائه. الراجل ده السكاكين كترت عليه، وكان مفيش في الدنيا خالص قال الخلاص من هذا الرجل. مفيش حد قال ان مبارك كان صح، كان غلط، لكن ما توصلش النتيجه ان كل واحد ناس كانت بتبوس جزمته، وانا اعرف الكلام ده كويس، طلعوا دلوقتي يقعدوا ويتكلموا كلام عنه كأن مبارك ده شيطان. ما يستاهلش مننا كده. ناس والله العظيم كانت بتجري ورا جمال مبارك وتكلم كل واحد قريب من جمال مبارك ان جمال مبارك يبص لهم بس. انا اعرف الناس دي كويس. دلوقتي بتطلع مين هو جمال مبارك؟ مين اصلا انتوا؟ بغض النظر عملتوا خروج امن لهذا الرجل ولا ما عملتوش. فكره ولا قبل ما اخش دلوقتي كان الاستاذ ضياء رشوان بيتكلم عن مبارك مش اهم من الوطن. صح، مبارك مش اهم من الوطن، لكن احترموه على الاقل. احترموه، بلاش تذبحوه بالطريقه دي. مبارك عمره ما هيكون بن علي، واحنا ما نسمحش انه يكون بن علي. خرج الراجل ده من البلد، خروجه هيبقى طعنه لينا كلنا. اي حد عايز مبارك يطلع يطلع، مبارك يخلص حكمه يخلص، لكن رجاء ده راجل كبير وحارب من اجلكم، وكان دايما محل فخر ليكم او لغالبيتكم. اللي بيناضل دلوقتي اللي بيقول مبارك والفساد كان يتمنى ان الرئيس يبص له بصه، ولا حد من اللي جنب الرئيس يبص له بصه. اعملوا اللي انتوا عايزين حوالين مبارك، افتحوا ملفات الناس كلها، لكن لما تيجي تفتحوا ملف هذا الرجل انا متاكد ان انتوا هتلاقوا ملف محترم. اتخان اتخان، اتخدع، لكن عمره ما اجرم في حق البلد، عمره ما خان البلد. وانا بقول لكم الكلام ده وانا عارفه كويس جدا. يكفي فخرا واعتزازا انه من القوات المسلحه اللي احنا كلنا بنفتخر بيها. يكفي فخرا واعتزازا انه حارب في اكتوبر. يكفي فخرا واعتزازا ان قال لكم انا مت في البلد، انا هعيش في البلد دي، واتولدت في البلد دي، وهموت في البلد دي. هاخد فاصل وهرجع لحضرتك. منعت من دخول التلفزيون المصري.